الست دي عايشة لوحدها في البيت مع طفلين صغيرين. سمعت صوت الجيران بيفتحوا الباب، خرجت وقالت لجارتها: لو سمحتي ممكن تفكي لي الكالونة دي، لاني مش عارفة افكها وانا قاعدة لوحدي. فكتها لها فشكرتها ودخلت بيتها. هنا الجارة حكت لجوزها قصة الست دي. قالت له: مسكينة، جوزها توفى وساب لها طفلين هي اللي مسؤولة عنهم وبتصرف عليهم. في الوقت ده صاحبة البيت سمعت الكلام اللي قالته الجارة. صاحبة البيت خبطت على الست دي، فتحت لها الباب. قالت لها: طبعا انت عارفة ان انا جايه لك علشان الايجار المتأخر. قالت لها: عارفة، غصب عني، ظروفي صعبة، ممكن تصبري عليا شوية؟ قالت لها: هصبر لحد امتى؟ النهارده اخر يوم ليكي هنا لو ما كنتيش تدفعي الايجار. دخلت الست علشان تدور على اي فلوس. في الوقت ده صاحبة البيت سابت لها جواب وسابت لها فلوس ومشيت. الجواب مكتوب فيه: ما تشيليش هم الايجار، الناس لبعضها، ولو احتجتي اي حاجة ما تتردديش لحظة، اتصلي بيا في اي وقت. فالست عيطت واتأثرت. فعلا يا جماعة الناس لبعضها، ولو في ايدك انك تساعد غيرك يا ريت ما تتأخرش.